والله يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا الاخر 10 دقايق اللي المفروض كنا ننقضهم على الاستاذ رضا وما عملناهوش امبارح. ده الفيديو بقيت فيديو استاذ رضا كان فيهم تيت كتير تيت كتير بصراحة. يعني احنا وانا هخفي عليكم حاجة؟ ده انتوا حبايبي وقلبي. كان في تيت كتير ووعيد كتير. تيت بايه؟ تيت ايه ووعيد بايه؟ نبتدي ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المتابعين في بيتكم التاني سهام وبيتا وكنوزة. منورين يا كنوز سهام منصور. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه الأستاذ رضا قال لهم؟ بس خلاص بقى، طالما أنا بعدي عن الكاميرا مضايقكم فأطلع لكم وأقعد لكم ونتونس ونتجالس ونخش بقى على آخر 10 أيام في رمضان كده مزقتتين ونقتنا حتة 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 حتة. أي والله يا أستاذ رضا. وبعد كده بقى نخش على العيد، والعيد فرحة، وأستاذ رضا هيفرحنا كلنا، مش عارفين هيفرحنا بإيه، ولكن كل حاجة هنتكلم فيها وهنتناقش فيها هنا في بيتكم التاني في سهام وبيتها وكنوزة. أما سهام منصور دردشة في حياتنا فهنتكلم على نقتي، وهنتكلم على أم الجوج أم الأذى، ونشوف البت دودو تابت يا ولاد تابت وما قالت لناش هي تابت لي. كل ده هنتكلم فيه عن سهام منصور دردشه في حياتنا. تابعوا يا حبايبي. بتاسف لكم طبعا على ان احنا مش كل يوم بنشتغل، بس زي ما انتم عارفين زحمه رمضان. يعني احنا نحمدوا ربنا ان احنا قادرين نشوف الناس دي، نحمدوا ربنا ان احنا قادرين نتابع ونلمن من هنا شويه ومن هنا شويه، وقادرين نشوف بيتنا، وقادرين نشوف اشتغالاتنا، وقادرين نشوف فطارنا ونروح السوق ونيجي من السوق. وانتم عارفين رمضان يعني احنا يا حرام ما عملناش تفريزات علشان نبقى فاضيين. احنا بنجيب يوم بيوم غلابه احنا. يلا بينا نشوف الاستاذ رضا. الاستاذ رضا في اخر 10 دقايق اللي احنا كنا المفروض نشغل وننقد، انا هختصر لكم لان هو ما قالش حاجه مهمه. لان كان اول ما سخن كده في اللايف بتاعه بعد ما الحاجه ما قامت، هو كان 20 دقيقه بالظبط. يعني هو قعد ساعه 20 دقيقه، قعد الحاجه ساعه معاه وبعد كده قومها، وبعدين اخد 20 دقيقه. اول 10 دقائق في ال20 دقيقه يا ولاد هو بصراحه الراجل قال حاجات كتير قوي. قال انا سطرت على بنات، سطرت على الكل، سطرت على كذا. قال لنا طبعا حبة ألغاز كده احنا ما احناش برضو لسه فاهمينها، عايزين نفهمها. قال الأرض مش أرضهم، وعايزين لو عايزين الإثبات أطلعه. قال لأخوها احكي لنا خطوبتك الأولانية جرى فيها إيه. أوبا، عايزين يا أستاذ ياسي الأستاذ رضا. الله يكرمك يا اخويا، الله يصلح لك الحال يا رب. اولك شيء النبي لينا رجاء عندك، الجواكت بتاعتك اللي بتبقى عامله صوت وخرفشه، واحنا يا اخويا بنبقى قاعدين محضرين القهوه والسوداني واللب وسيل بايرون سايب اللي وراه واللي قدامه، وقاعدين يا اخويا كي نستكنيس وصرفنا وكلفنا. قوم يا اخويا يرضيك بعد ما نصرف ونكلف نخش نشوف حضرتك نلاقي شخ 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 الجاكيت يا اخويا بيخرفش في السماعه. يعني يا تشيل السماعه يا تشيل الجاكيت. وانا شايفه ان انت تشيل الجاكيت عشان نسمعك كويس، وبلاها يا اخويا جاكيت، احنا خلاص داخلين، احنا بقينا في فصل الربيع. كل سنه وانت طيب يا سي الاستاذ رضا. يا حبيبي اقفل باب الشقه عليك واقلع علينا الجاكيت، بلاها القميص اللي بيقول لك اقلع القميص واقلع النضاره. لا اوعى اوعى تتنازل. التنازل بدايته تنازل واحد. لا هو الجاكيت كفايه عشان بيعمل لنا وش بس كده واحنا بنسمع حضرتك. تاني يا اخويا طلب الهي يا رب يسترك يا رب. حبه الالغاز اللي انت قلتهم لنا دول في اللايف ده يعني الله يكرمك، والله ما فاضيين نفك الغاز، والله صحتنا ما عادتش مستحمله. تدينا المعلومه هاتها من اولها لاخيرها، ان شاء الله كل يوم تطلع لنا بمعلومه واحده بس، قصه واحده من اولها لاخيرها. احنا نحب قصص قوي. سيلو استاذ رضا مطلع الحاجه معاه مرارا وتكرارا. طبعا الحاجه على راسنا من فوق، ووجودها على راسنا من فوق، ومنوره الدنيا، وهي البركه. الناس الكبيره بركه، ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. واحنا من زمان شايفين حبك لامك ولاخواتك ولولادك، ربنا يخليهم لك جميعا ويخليك ليهم كمان. احنا ما احناش محتاجين ان انت ترهق الحاجه كل شويه، ولكن لو انت حابب ان الحاجه تطلع معاك طبعا تنور الدنيا، ولكن عشان تثبت لناس كلاب اي حاجه لا خالص. لان احنا مصدقين، احنا عارفين بس دول ناس متخلفه يا استاذ رضا. الناس دي ناس متخلفه. كونهم يركزوا مع ست كبيره لا ضرتهم بشيء ولا طلعت ولا عندها قناه ولا ويقلوا ادبهم عليها، فوالله لا العيب عندك ولا انت عندك مشكله، ولا الحاجه ربنا يديلها الصحه عندها مشكله. المشكله عند الناس الاوساخ اللي لا عندهم لا مله ولا ضمير. فست الكل الوالده على راسنا من فوق، كلنا لها مننا
ألف تحية وألف تقدير وألف احترام على راسنا، شبشبها كمان على راسنا من فوق، تنور الدنيا وتطلع في أي وقت. ولكن اوعى توصل رسائل لأي حد، لأن دول كلاب ما يستاهلوش. الأستاذ رضا طلع لنا بقى إيه؟ التيت بقى. التيت هو صراحة قال لهم تيت كتير، واحنا زي ما بقول لحضرتك اوعى يجروك للحتة دي، وانا شايفة ان انت التزمت بنفسك، لان انت مجرد ما قفلت اللايف ده وقمت فتحت لايف تاني بعده على طول مباشره، بعديه بساعه، بنص ساعه، ساعه الا ربع تقريبا، كنت اهدى، كنت احسن، لان ده مش طبعك واحنا عارفين كده. فاحنا رجاء ما تروحش للحته دي، والله لا انا اتمنى لا انت تروحها ولا زوجي يروحها ولا انا اروحها ولا القنوات المحترمه، ان هم لما يتحطوا تحت ضغط يطلعوا بالصوره مش صورتهم. يعني هي صوره سيئه بس مش صورتنا، والله غصب عننا في اوقات في ناس بتطلعنا تخلينا يعني نحاول نرد عليهم بطريقتهم وباشكالهم علشان يمكن يفهمونا، هم ما بيفهموش الا طريقتهم هم، ولكن في الاول وفي الاخر احنا مش اشكالهم. ده كان التيت للاستاذ رضا، قال لهم تيت كتير بصراحه، وهم اولاد تيت ويستاهلوا بصراحه. اما الوعيد بقى قال لهم ماني الساكت، كله هيطلع، كله هيطلع وبالادله. وبعدها تتوالى لايفات استاذ رضا يوم بعد يوم، يطلع يطلع لنا قصه. سيلو استاذ رضا فتح لايف اول امبارح وقال لنا ان بيكلمنا عن السحر، وانه الفتره من الفترات انه اكتشف ان حد اتراسل معاه وقال له ان انت شكلك مسحور. بصراحه يا استاذ رضا يعني عفوا اعذرنا، انا نفسي كنت بشوفك كنت بقول مسخ، حضرتك كان شكلك غريب حقيقي بجد، كان في اوقات كده وشك كان اعوذ بالله، كان الواحد يحس انه شايف شيطان. كان نفسيا الواحد ما بيبقاش مستريح لك حقيقي، يعني احنا بنكلمك حقيقي وبنثبت ان يمكن في فتره من الفترات انت يمكن اتعمل لك فيها سحر. وعايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، الهنوقه ربنا يرجعك بالف سلامه يا مدام سهى، ترجعي بالف سلام. ايه الهنوقه؟ والله العظيم الهنوقه طول عمرها تطلع علينا تتكلم في السحر بقى وفلانه وعلانه وترتانه. وفي مره من المرات افتكرت ان هي حكت حكايه ان هي كانت مسحوره وراحت لواحده صديقتها مغربيه وفكت لها السحر، فبتهيألي المغربيه دي صديقتك زي ما فكت لك السحر اكيد ممكن تعمل سحر. فاذا انت اللي بتطلعي طول الوقت تقولي السحر 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 السحر، الملحدين 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 الملحدين، الكلام ده طلع من بقك من فرنسا. انت اللي فرشتي كلمه ملحدين هنا، وانت اللي فرشتي كلمه السحر. يعني احنا ما كانش في على اليوتيوب كلمه ملحدين الا بصراحه اللي سمعناها منك حقيقي. والله ليه؟ لان انت اللي عايشه مع الملحدين فبتعملي اسقاط على الناس، انت اللي بتعملي السحر فبتعملي اسقاط على الناس. كل اللي انت بتطلعي تتبلي فيه على الناس فهو اسقاط على اللي قدامك من اللي بداخلك انت. فكون ان الاستاذ رضا يقول انا مش هقول مين وانا عارف مين اللي عمل لي السحر، لان الست قالت لي هتشوفه بعينك، وان ابنه كان بيجي له هاجس كده او صوت او قرينه بيكلمه بيقول له امسك ايد ابوك علشان ما نموتكش، وان محمد هو وصلت القرين ما بين القرين للقرين، وان كانت بنته سلمى اكتر حد كانت مأذيه. يعني احنا يا استاذ رضا عارفينك ان انت ما بتكذبش وما بتتبلاش على حد، ولكن في الاول في الاخر كذب المنجمون ولو صدقوا. السحر مذكور وارد يكون فعلا اتعمل لك سحر وانت شكلك فعلا كان غريب، ولكن بقى خلاص الحمد لله ما ترميش دماغك للحاجات دي وسيبها على الله وتوكل. فاسي الاستاذ رضا طلع يتوعد ويتعهد للكل. مين الكل بقى؟ الكل مش البت ربروبه وامها، ولا الكل البت ورك الفرخ، لا 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 لا، الكل النقه واهلها اخوها اخواتها. ليه؟ لان لا هي اللي مطلعه على الناس، ولا هي ساكته. هي ساكته مش هي اللي بتتكلم، هي اليومين دول ملتزمه الصمت، مش قادره حتى تطلع لمتابعينها تواجههم بموضوع الارض ده هنتكلم فيه في سهم منصور دردشه في حياتنا. فاذا هو مش بيتوعد للاوساخ دول، لا الاوساخ دول بريموت كنترول يسكتوا، ده بس بتكه من زرار نقه، اسكتوا يا كلاب يا خداميني، يسكتوا دول خدامين الملكه تؤمر هم يسكتوا على طول. فهو اذا مش هيضرب في الديل، هو هيضرب في الراس عليك وعلى الراس يا استاذ رضا، ايه الراس الكبيره اضرب ولا يهمك. احنا مش عايزين التفاهات والفراغات بتاعت سريري واوضه نومي بيحسس لي والكلام الفاضي ده، وابوسها وتبوسني
والست دي كانت جراك في حته والله العظيم، لا شكلك ولا مقامك ولا لونك ولا تربيتك. كانت بصراحه تبقى قاعد جنب ست، يعني انا هقول ايه غير انا ما اعرفش انت، يعني انت ربنا الظاهر كنت مزعله في حاجه وجاب المره دي في طريقك علشان يعني هو بيحبك برضه، فعشان يشيل من عليك ذنوب كتير بصراحه. ولكن سي الاستاذ رضا هيضرب في الراس، في الراس يا اختي انت وهي. ركزوا، مش في الدل يا استاذ رضا، لا في الراس. توعد وتعهد وابتدى بقى يطلع لنا كده على الهادي يا زبادي بقصه السحر، وانا عن نفسي مصدقاه. دي ده هي. تاني حاجة طلع بينا بلايف وكان بيتكلم على شهادتي في حق السعودية، وطلع اتكلم بالكرم والجودة بتوع أهل السعودية، وده طبعا معروف عنهم. ألف تحية لإخواتنا السعوديين، معروف عنهم الكرم، معروف عنهم المحبة، معروف عنهم الخير، معروف عنهم حاجات كتيرة قوي. أهل السعودية دول إخواتنا وحبايبنا. ولكن قال يا جماعة أنا والله موضوع السعودية معرفوش. يا جماعة عايزة أقول لكم على حاجة بس عشان تبقوا فاهمينها. هناء خبيثة أخبث من ما يكون، حتى كانت خبيثة على الراجل اللي كانت عايشة معاه. هناء بتعمل العملات لكن ما تحبش تبقى مخليه حد ماسك عليها حاجة، بالذات لما تبقى الحاجة بعيد عن بيتي. يعني الهنوقة قصصها وحكاويها كانت في السعودية، الفار اللي جاري وراها، والارترية اللي حسست على من قفاها لحد التوتة، وكانت حساهم ان هم يعني شذوذ، ومش فاهمه ازاي كانت حساهم ان هم شذوذ، وكانت قاعده مستمتعه كده وساكته. ما علينا. فكان كل القصص اللي حصلت والمصحف والسحر اللي شافته عندهم كل ده رضا ما كانش قاعد معاه عشان يقدر يقول اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. رضا ما راحش معاها عند الملكه خلود عشان يفهم الدنيا فيها ايه. رضا ما راحش معاها المول. فاذا رضا لما يطلع يقول لكم والله يا جماعه انا موضوع السعوديه اتطرح عليا زيكم، فعلا موضوع السعوديه اتطرح عليه زيه زينا، فهيشهد بايه؟ ما هو مش معهوش حقيقه. انما الحقائق اللي هتبقى معاه هيطلع يتكلم فيها بكل قلب وبكل ثقه. انما في اللايف ده بتاع اهل السعوديه، الاستاذ رضا قال ان كانت في اخت من السعوديه، وانا مش عارفه مين الست دي، وارجو منكم في الكومنتات لو تعرفوا تقولوا لي ان الست النقه كانت صورت معاها فيديو وكانت وعدتها ان هي مش هتنزله، وان النقايه نزلته، والست راحت مكلماها وقالت لها انت منزله الفيديو بتاعي ليه؟ انا ما كنتش اعرف ان انت هتنزليه، وانت كنت وعداني ان انت مش هتنزليه. فضحكت على الست، شالته من عندها وراحت محملاه على قناه الرضا. وطبعا الست لما لقيت الفيديو بتاعها، وانت بتضحكي على مين يا هنوءه؟ نفس الحركه اللي عملتها مع الشيخ رضوان لما كانت جايباهم في البيت ومصوره فيديو يعلن الاسلام، وبعد كده خدته عند الشيخ رضوان للمسيو جانو وقالت له احنا عايزين نعلن اشاره هنا. قال لها طب ما احنا عملنا اعلان اشاره انه الراجل اسلم في البيت. يعني بدايه اسلام جانو النقه جابته في البيت، جابت الشيخ عبد الرحمن في البساك في البيت وصورت فيديو قالت له ايه ده؟ انا عشان اوريه لولاده. وبعدين لما لقيت ان الفيديو ده ما جابش الترند اللي هي عايزاه، وان الراجل اسلم في البيت وجابوه الشيوخ في البيت، الظاهر ان اللعبه ما كانتش محبوكه قوي، فقررت ان هي عايزه تعمل بوم طخ. فراحت رايحه تاني للشيخ عبد الرحمن في بساك وقالت له ان انا عايزه اصوره وهو بيعلن اشهاره هنا في الجامع، ونصوره فيديو ونوريه للدنيا بحالها. او قال لها طب ما انت مصوره فيديو في البيت. قالت له لا، ما انا هشيل الفيديو اللي في البيت. وراحت خافيه الفيديو خاص اللي هو كانت عاملاه في البيت، وراحت منزله الايه الفيديو التاني. ولما نزلت الفيديو التاني نزلته بطريقه وتروجته بطريقه، الراجل نفسه لما ابتدى يتابع لقى ان هي بتضحك عليه وبتشتغل الراجل ده وعاملاه زي قرد في سلسله بتحركه زي ما هي ما عايزه. بعدين بعد فترة الراجل لقى ان الفيديو اللي كان متصور في البيت بعد ما كان مختفي من على القناة ظهرته تاني. هي ما شالتش الفيديو عشان مشاهداته ما تروحش، هي خافته خاص. الفيديو لما ادخله خاص بيبقى مشاهداته، ارجعه علني بيفضل زي ما هو بمشاهداته بلايكاته برسايله بكومنتاته بكل حاجة، سلطته وبابا غنوجه. فاذا هي راحت ضحكة على الراجل وراحت خافية الفيديو على الخاص، ولما الراجل قال نسي شوية راحت مظاهرة تاني، فالراجل كان متابع بقى فلقاها طلعت الفيديوهين. وبعد فترة راحت رايحة عند مسجد تاني عند الشيخ تركي علشان تصوره في مكان تاني، والمكان ده الشيخ تركي هي ما كانتش تعرف ان الشيخ تركي يعرف الشيخ عبد الرحمن اللي في منطقة بساك او اللي في مسجد بساك. فراح مكلمه
وقال له يا شيخ عبد الرحمن في ست جايبالي شيخ وعايزاه يخش الاسلام مره تانية وعايزه تصوره ومعرفش ايه. قال له الشيخ ده شكله ايه والست دي شكلها ايه؟ قال له كذا 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 كذا. قال له الست دي نصابه وما تدخلهاش عندك تاني لانها عامله الراجل ده كحيوان في سلك. وتناقشوا هما الاتنين، وفعلا احنا لما تراسلنا مع الشيخ رضوان قال لنا الكلام ده، وقال لنا ان الشيخ عبد الرحمن قال كذا كذا كذا، واحنا اكدنا له ان فعلا الشيخ عبد الرحمن، لان احنا كان قبل ما نتراسل مع الشيخ رضوان كنا متراسلين مع الشيخ عبد الرحمن في مسجد بساك، وهو اللي بعت لنا بصوته، وصوته موجود على فيديوهات قناه البارون، ولسه كمان الرساله موجوده عندنا نقدر نظهرها لكم تاني نطلعها لكم تاني. فاذا الست من هنا عرفنا ان هي عامله اسلام جانو لعبه. عملت كده مع الست اللي كانت في السعوديه، بس المره دي ما رفعتوش خاص ورجعت ظهرته تاني، لا المره دي بقى علشان ما تخسرش الست وتضحك عليها وتبلفها بزياده، راحت شايلاه من عندها، وبعد فتره رفعته على قناه رضا. فالست بعد الفتره المشاكل اللي حصلت او في وقتها كلمت الاستاذ رضا وقالت له يا استاذ رضا زوجة حضرتك صورت معايا فيديو كنا احنا واخدينه كده للتذكره، مش ان هي ترفعه على القناه، ورفعته على القناه عندها، ولما كلمتها شالته من عندها وراحت رفعها عندك. الله، هو يعني رفعها على قناه المستخبي؟ ما هي برضو قناه والست هتشوف. ولكن هي دي النقه، هو ده خبث النقة وقلة أدب النقة وسفالة النقة. إيه يا مهجاتي؟ مهجة يا مهجة يا صاحبة عمرها من 23 سنة، يا مهجة اللي طلعتي شتمتينا وقلتي الشراشيح، شربتي كيلتلك بسطتك، عرفتي انها بتطلع اسرار، عرفتي انها ما بتصونش اكل العيش، عرفتي انها ما بتصونش البيت اللي بتخشه. يا رب تكوني اتعلمتي يا مهجتي. بس اقولك ايه عفوا يا جماعه، بس اقولك ايه، تستاهلي علشان حذرناكم كتير وقلنا لكم بلاش، والست مش كويسه مش هنظلمها، بس انتوا لازم تدوقوا. عارفين ليه تدوقوا؟ عشان كنتوا بتسندوها في الغلط، وعلشان كنتوا بتدافعوا لها على الغلط، وكل حد منكم هيساند هناء على الغلط هيدوق من نفس الكاس اللي بتسقيه للناس. تمام. فسي الاستاذ رضا بقى، نرجع مرجوعنا لسي الاستاذ رضا. سي الاستاذ رضا قرر ان هو كل يوم بقى يطلع يطلع لنا كده من المستخبي، وانا حاسه كده ان سي الاستاذ رضا اسم الله عليها يفضل واخدنا على الهادي لحد العيد. لا يا استاذ رضا، احنا مش عايزين هولدك كده يوطى. يا اخويا والنبي الله يخليك خلي هولدك عليه، عايزين بقى حقايق. يعني مثلا زي ايه حضرتك؟ يعني مثلا زي لما كنت عايش مع الست النقه. والنبي يا الاستاذ رضا ركز الله يكرمك. لما كنت عايش مع الست النقه كانت الربروبه وامها بيطلعوا على مصريه، وكانت بعدها كان في الوقت ده بتقول انا معرفهمش، دول بيدافعوا عني، انا ما بتراسلش معاهم، اقسم بالله. وانت ساعتها كنت بتكلم الماما بطه وكنت بتشكر فيها وتقول لها يا ماما يا بطوط يا زتوت يا بطوط يا زتوت. فحضرتك عايزين نعرف، وانت مع مدام نقه ما انت وارد ما تكونش عارف، بس لو عارف بقى تطلع تشهد لنا شهاده حق. الست النقه حضرتك هي اللي كانت مطلعه الناس دول عليها، وفي ديل ما بينهم انها ترفع فيكات وترفع لهم فيكات وتكبر لهم قنواتهم وتبعت لهم فلوس علشان خاطر يطلعوا يشتموا في مصريه. ما هي البدايه كانت مصريه. فحضرتك تقدر لو المعلومه دي عارفها تقولها لنا. حضرتك تقدر بس تقول لنا حاجه واحده، او لو تقدر تعملها، او لو عارفها، اسلام جانو لعبه ولا ما هوش لعبه؟ اوعى تقول لي انا ما اعرفش، لان انت طلعت وقلتي يا سي الاستاذ رضا اني انا كنت هنا لما هو اسلم، ولما سافرت فرنسا علمته الوضوء وصليته، وانا ما شفتهوش انت حضرتك انت كنت عايش معاهم ازاي؟ اكيد في معلومه تعرفها عن الموضوع ده، بخلاف حاجه بقى ان انت لو سافرت فرنسا يا اخويا الله يكرمك، مسجد الشيخ بيساك تقدر تروح تزوره كده، مسجد الشيخ عبد الرحمن في بيساك تقدر تروح تزوره وتسال لنا الشيخ عبد الرحمن، لان الشيخ عبد الرحمن طلع صوته مرارا وتكرارا مؤخرا عند قناه جاكي، عند قناه البت جاكي العسوله الجميله الكيوت. فيا استاذ رضا لو في عندك حقائق بعد اذن حضرتك اطلع طلعها بالادله. احنا ما احناش عايزين شتايم ولا عايزين اي حاجه، ولا بنوزع على الشتايم ولا بنوزع على الكلام ده. احنا محتاجين الحقيقه من الست القذره دي اللي طلعت تبلت على ناس كتير، تبلت على مخاليق ربنا ولعبت بالدين، وهي لا تصلح انها لا تكون داعيه
ولا تكون اسلاميه ولا تكون اي شيء، هي اخرها راقصه لولبيه. تمام تمام. واحنا في انتظارك يا استاذ رضا ومتابعين لايفاتك، واذا كنت بتعتذر مرارا وتكرارا على طلعتك احنا بصراحه قابلين اعتذارك. في اللايف بتاع اول امبارح اللي كان بيتكلم فيه عن السحر طرح موضوع كده وكان لطيف، اللي هو شكله كده عايز يتجوز يا ولاد. عايز يتجوز مين؟ عايز يتجوز الدكتورة عبير. يا اختي الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك يا جماعة. احنا مش ضد اي ست ولا نفرح في اي ست ان جوزها يتجوز عليها ولا نشمت، ولكن هناء اللي وصلتنا للحتة دي. هناء من كتر افعالها الوسخه خلتنا نكرهها، من كتر ظلمها لعبير وتجنيها على عبير. عبير اللي اصلا ما بتظهرش، عبير اللي اصلا مرمطوها وبهدلوها وما بتظهرش. حسبي الله ونعم الوكيل. في يوم من الايام يا عبير قلت لك الناس هيجي عليها وقت كلهم يعرفوا الحقيقه. بمجرد ما استاذ رضا ذكر مدام عبير او الدكتوره عبير، طبعا انا بحب اقول لها يا بيرو على طول لان هي اخت مقربه ربنا يصلح حالها وست محترمه فوق الوصف. الكل نزل وانا قررت اني انا كمان انزل واقول له رايي في عبير، لاني حسيت ان ده كان الوقت اللي بصي يا عبير وشوفي كل قنوات النقد والمتابعين المحترمين المحبين ليكي كان اللايف الناس ما كانتش شايفه كتابات حد. ده حقك يا عبير، حقك اللي قلتلك اقعد يا عبير، وهيجي يوم من الايام يا عبير الناس كلها تعرف الحقيقة ويعرفوا ان الست دي اوسخ من ما يكون، وحقك هيطلع من قلب بيتهم. الكلام ده قلته لعبير على الخاص، قلت لها قولي حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت امري لله، وهيجي يوم من الايام مش بعيد يا عبير هيبقى قريب وهتشوفيه على مرأى ومسمع للجميع. وكان اليوم ده نصرتك كانت في لايف استاذ رضا، الكل نزل يسندك. اخلاص، ايمان، ترند، دودو، افكار ومواضيع ايمان، سهام، البارون، الدنيا كلها، الدنيا كلها كانت بتكتب. وبيتهيألي ان في ناس فاتها اللايف وكانت ندبانه كانت تحب كمان انها تكتب، واكيد اللايف ده عليه كومنتات كتيره ليكي، كومنتات الايجابيه. حقك، حقك اللي كان في يوم من الايام مهدور اهو رجع، ورجع بنصره كبيره. واوعي تتعجبي الا حق الله لما بيرجع على اشهاد الجميع. ها يعني الحمد لله ولله الحمد. انا عن نفسي انا ما عنديش مشكله ان يصير الاستاذ رضا يتجوز عبير، نبي هما الاتنين هيبقوا لايقين على بعض. عبير بردك كيوته وعسوله ورقيقه وبنت ناس كده. طبعا مفيش فرق، مفيش مقارنه بقى النقه تتقارن بعبير. عارفه يا هناء لو انتي انسانه كويسه، الوحاشه مش وحاشه الشكل، الوحاشه اللي بتبقى مداخلنا هي اللي بتطلع تعكس على الشكل من بره. انتي وحشتك اللي جوه مخلياكي مهما عملتي فلتر وشدتي ونفختي ودقيتي وظبطتي وحددتي ان انتي عمرك هتبقي حلوه ولا عمرك هتبقي مبلوعه. لا والله، لان الحلاوه حلاوه روح. من هنا بقول لك يا استاذ رضا والله لو فيه الخير ربنا يقدمه لك، ومن هنا بقول للدكتوره عبير والله لو فيه الخير ربنا يا رب يقدمه لك، ولو فيه الخير ما بينكم وبعض ربنا ييسر لكم الامور. انت ست متطلقه ولك الحق ان انت تختاري اي حد حتى لو كان رضا، وانت راجل منفصل وليك الحق تختار الست اللي انت هتتجوزها. ولعل وعسى يكون الظلم اللي انتوا الاتنين مريتوا بيه يلا تطلعوا بشر ولا حد يقول كاني ولا ماني. اما الكلاب اللي بيهوهوا حبة كلاب بتهبهب، يكفي ان هم نفسهم مع نفسهم كده في قلب نفسهم عارفين ان هم كدابين وافاقين وبتوع فلوس وبيطلعوا بالدعم وبيطلعوا بالفلوس. اما بطوط ورد على بطوط لاهانتها ليا انا وسيل بارون فده هيبقى على سهام منصور دردشه في حياتنا. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك. يا اختي حطي اللايك. شفتي بقى، شفتي انت وهي ما رضيتش اقول لك تتشك، ولكن لحد وقتنا هذا بردك ما حطيتوش اللايكات المطلوبه. اشكركم جدا جدا، وما تبقوش تزعلوا لما اقول لكم تتشكوا في صوابعكم يا اللي ما حطيتوش اللايك. لايكات كومنتات كتيره، و اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وتابعوا. اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.